هاي عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هكلمكم عن حاجه مهمه قوي. في ناس كتير فينا بتحس ان هي خايفه من خايفه، مش عارفه تاخد قرار. انا مش عارفه اقرر، انا متردد. شريك حياتي بيقعد كتير قوي 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 على بال ما يقرر ان هو يعمل حاجه، او يقرر ان احنا نروح مكان، او يقرر ان احنا نزور حد. شريكة حياتي عايزه تبقى هي ست والراجل، عايزه انه على طول كلمتها هي اللي تمشي، عايزه تعمل اللي هي عايزاه ولغياني. الام في البيت واخده دور الاب والام، اللي هو لا ما تحتكوش بباباكم. بص، ولادك عايزين كذا، قولوا لي انت عايزين ايه من باباكم وانا هبلغه. قول لي انت عايز ايه من العيال وانا هبلغهم. ومنع احتكاك الاطفال وباباهم في البيت ببعض. ده كله بيجي منين؟ ده كله بيحصل ليه؟ ليه انا وشريك حياتي، او انا واختي، او انا لوحدي بعاني من الموضوع ده؟ بعاني ان انا اقدر اخد قرار ان انا اشتري حاجة، او ان انا اروح مشوار، او ان انا اطلع مصيف، او ان انا اسافر حتة معينة، او ان انا ادرس حاجة بحبها. ليه انا عايزة ابقى الاب والام؟ ليه انا عايزة كلمتي تمشي ومش عايزاه هو يقول اي حاجة؟ ليه انا بحاول افصله عن اولاده؟ ليه انا كراجل عايزه هي تاخد لي القرار؟ ليه انا كراجل مش عايزه اشيل مسؤوليه عيالي؟ ليه كل ده بيحصل؟ ببساطه في حاجه اسمها الاسره المضطربه. الاسره المضطربه دي اللي هي الاسره اللي بتكون مش سويه بشكل كبير، فبتطلع اطفال بيطلعوا مراهقين وشباب واباء وامهات مضطربين. ايه سمات الاسره المضطربه دي؟ اولا في حد في الاسره دي، الاب او الام او الجد او الجده، بيقوم بكل الادوار القياديه. يعني مثلا تلاقيهم في بيت عيله، فالجد هو اللي ليه الكلمه، والاب والام ملغيين، فانا علشان اروح اطلب حاجه لازم اروح اطلبها من جده. فده رقم واحد. في حد بيهيمن، هو مصدر السلطة الأول والأخير، ومفيش ليه أي حد تاني ليه دور ولو حتى استشاري في الأسرة. تاني حاجة، الأسرة المضطربة أسرة مليانة ملامة. يعني بمعنى أنا قلت لك اعمل كذا، أنت وقعت عشان ما سمعتش كلامي وانت طفل. انت جبت درجة وحشة علشان في اليوم الفلاني نزلت وما عملتش اللي عليك، ما ذاكرتش. للزوج، انت خسرت فلوسك علشان ما سمعتش كلامي وانا قلت لك اعمل كذا وانت قلت لا. ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وغنوا بقى. اسرة مليانة ملامة. تالت حاجة، يبقى أول حاجة قلنا أسرة في حد مهيمن أو مسيطر على كل الأدوار. تاني حاجة أسرة مليانة ملامة. تالت حاجة أسرة بصة بره، بصة على المشاكل بتاعت بره. شوف ابن فلان سقط، شوف بنت فلان اتجوزت جوازة مش ولا بد، شوف فلانة سايبة شعرها كله أبيض، شوف فلان لابس بنطلون منقود على مش عارف رجله، شوف فلان مش عارفه ايه اللي حصل له. بص على المشاكل بتاعت الناس اللي بره علشان بس تقول لنفسها ان اللي عندها ده مش مشكله. اللي هو اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. ده مش حاجه كويسه. مش حاجه كويسه ان انا اقارن مشاكلي بمشاكل الناس. مش حاجة كويسة ان انا اتقبل مشاكلي او اتناساها، لان الاسرة دي مش بتتقبلها، بتتناساها علشان خاطر ان الناس عندهم مشاكل اكتر مني. فدي مش حاجة حلوة خالص. يبقى اولا في حد مهيمن او مسيطر بيلعب كل الادوار. ثانيا في ملامة، دايما بيلوموا. ثالثا بيقارنوا دايما مشاكلهم بمشاكل الغير.